أنا من بلاد البلاد ومن السجن رك حيله وبات وقطعة وصلاة عليه الفسايا واللي ضاقنا ولا الهضم زات ولا السند وفعل ما راد سمايا وقضى منها للوفاوات واربع الشالوا نسل الامجاد محدد والهم هاي معتاد حدد ومن قبله السجاد لما اطلع سليمان على نعش موسى بن جعفر سلام الله عليه اراد ان يخمد تلك الفتنة اراد ان يطفئ تلك النائرة صنع ذلك سياسة ومكرا منه حتى لا يهيج الناس ضد خلافة بني العباس ضد الرشيد عليه اللعنة. ما الذي صنع؟ امر اولاده امر غلمانه قال انزلوا وخذوا نعش الامام موسى بن جعفر من ايديهم وان منعوكم فاضربوهم وفرقوا سوادهم. جاء غلمان سليمان اصحاب سليمان فرقوا سواد بني العباس وشتتوهم واخذوا الجنازة من ايديهم ولولا من القصر نشرف سليمان نعش باب الحوايج لا حلو بان يقلهم الجنازة ما لها عوان غريبة ولا ورا ناس يمشون قالوا لغريبة لم بينين لكن بالمدينة عليه بعيدين. ابن عمك الكاظم قال الحين ده نزلوا واخذوا نعشة ولا تخافون الرحم والنسب لسليمان جاب على موسى ودعت تعروق النجابة بس لحسين ما بين قرابه يغسلون ويشفنون ويدفنون ولا واحد حضر لحسين ذاك اليوم يخلص جثته من سحيق خيل القوم يخلصها ويخلص زينب وتلثوم مثل ما حضر للكاظم ولد عمايا يا غريبة يا الطفوف فيا ابري غريبون وقتل الاعداء نومي قتيل إلهنا نسألك وندعو بأحب الخلق إليك محمد وآله أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وأن تشفي جميع المرضى بشفائك وتقبل من المؤسسين والحاضرين بأحسن قبولك وابعث إلى أمواتهم وأموات الجميع ثواب الفاتحة.